السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا قبل ما ابتدي الفيديو يا جماعة بعتذر طبعا على صوتي، والله عندي دور برد شديد كده وحساسية على صدري وضيق تنفس، والحمد لله رب العالمين. اتمنى قبل ما ابتدي الفيديو تدعولي بالشفاء العاجل. النهاردة بقى يا جماعة كده هنعمل شوية رز بلبن، بس بقى هنعملهم كده وهنحطهم في الفرن، مش هياخدوا في ايدينا ربع ساعة بالظبط. الرز بلبن هيبقى جاهز. طبعا احنا جبنا كده كمية من اللبن ونص كيلو من الرز وحطيناهم كده في الحلة وسقطنا عليهم شوية السكر. معلش بقى يا جماعة على صوتي، والله انا مش قادرة استنى اخد نفسي خالص. هنفضل بقى نقلب فيها كده تقلبتين حلوين لحد كده ما يملى معانا الحلة زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بدأ بقى الرز معانا يستوي ويملى معانا الحلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسهل وابسط رز بلبن هنعمله. طبعا احنا لو حطيناه ني كده في الفرن هياخد مننا سوا، انما انت لا، احنا كده نقعناه ساعة كده ولا حاجة، وبعدين هنسويه الاول على البوتاجاز 10 دقايق بالظبط هيكون معانا استوى. وانا بقى كده مجهزة معايا الصينية، هندلقه بقى كده كله في الصينية زي ما انتم شايفين. الكمية ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. نقلبه كده تقلبتين حلوين. عندك بقى حتة زبدة حطيها، عندك حتة قشطة حطيها. انا بصراحة ما كانش عندي غير الزبدة الصفرة. هحط كده شوية كده على الوش عشان الوش بتاعنا كده يتحمر في قلب الفرن. بعتذر مرة كمان يا جماعة على صوتي. اتمنى بقى تدعولي كده ربنا يشفيني ويقومني بالسلامة لولادي. بصراحة دور صعب جدا والله. الحمد لله رب العالمين. حطينا طبعا الزبدة اهوت. هي طبعا الزبدة هتسيح على طول عشان خاطر الرز بلبن معانا سخن. هنحط الصينية بحالها كده في قلب الفرن، مش هتاخد مننا 10 دقايق بالظبط. بردك توفير في الوقت وتوفير طبعا في الغاز، يعني مش هياخد مننا خالص وقت خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا خلاص بقى بدأت معانا تتحمر زي ما انتم شايفين منظرها، بقت ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. طبعا الرز بلبن يا جماعة ما بتاكلش غير وهو سخن. انا بصراحة بحبه سخن كده، بس في ناس طبعا بتحطه كده في التلاجة لازم يسقع. ويا رب النهاردة الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، واتمنى يا جماعة تدعولي بالشفاء العاجل بالله عليكم. تسلمولي احلى عيلة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. واكتبولي بقى كومنتات كتيرة ايه رأيكم في الرز المعمر بتاعنا. ما خدش في ايدينا ربع ساعة بالظبط، مش هيكمل يا جماعة، ومش هياخد مننا وقت ولا هياخد مننا مجهود ولا هياخد مننا غاز. وادي كان منظر معانا، اخر كده منظر معانا للرز. اتفضلوا معانا احلى شوية رز معمر. ما شاء الله. انا قلت لكم يا جماعة ان انا بحبه بصراحة سخن. بصوا بقى الوش بتاعه ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا. يا رب النهاردة الطريقة تعجبكم، وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي. احلى رز معمر من ايد اختكم شوشو حبيبتكم. واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. تسلموا لي يا احلى عيلة. السلام عليكم حبايبي.